احتج اليوم إيغور تركستان الشرقية على زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي كوتشان لألمانيا في مكتب رئيس الوزراء في برلين، وقدم شرحا كاملا على الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبتها الحكومة الصينية في تركستان الشرقية، مشددا على أن الحكومة الصينية تجاوزت جميع الجرائم التي تم ارتكابها ضد الإنسانية على مدى التاريخ، وأنه يجب تقديم هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية. زار وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الصين في 26 ولغاية 28 من يونيو الماضي، وهو أول وزير دفاع في حكومة ترامب يزور الصين منذ عام 2014. وقال ماتيس إن الزيارة ركزت على تعزيز الأمن بين البلدين، وذكرت صحيفة واشنطن تايمز أن فريق المندوب الأمريكي اتخذ إجراءات صارمة للغاية في هذه الرحلة، لأن مسؤولي الأمن قلقون من وجود جواسيس صينيين عبر الشبكات اللاسلكية أو الهواتف المحمولة، والخوف من زرع فيروسات تجسس على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. وبالإضافة إلى ذلك كان الفريق يستقل طائرة E4 المعروفة باسم غرفة العمليات القومية الطائرة، والتي تحتوي على إمكانيات خاصة وتستخدم للتعامل مع حالات الطوارئ مثل اندلاع حرب نووية. ولهذا فإن أفراد الجيش الأمريكي كانوا يشعرون بالقلق من محاولة الصين التجسس الإلكتروني لسرقة أسرار الطائرة واعتراض أوامر الطائرة، بل وحتى اعتراض الأوامر النووية. لذلك تم اتخاذ تدابير صارمة لتجنب هذه الأحداث. حذرت وزارة الصحة التركية من أن الأدوية الصينية المنتجة من مادة الفالسارتان لضغط الدم والأمراض القلبية التي تنتجها شركة لينهاي الصينية للصناعات الطبية تم اختبارها ووجدت أنها تحتوي على مواد مسرطنة. وقد حذرت وزارة الصحة من استخدام هذه الأدوية، وستعمل الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب وقت ممكن. في مؤتمر صحفي عقد مساء 8 من يوليو، قال المتحدث باسم حكومة تايلاند شيانغ راي إن 4 من لاعبي كرة القدم الشباب المحاصرين في الكهف تم إنقاذهم بنجاح وأرسلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن العمل مستمر على إخراج باقي أعضاء الفريق المحاصرين داخل الكهف، وقد تستمر عمليات الإنقاذ 4 أيام أخرى. أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني في 30 من يونيو أنه أنهى رسميا وقف إطلاق النار من جانب واحد ضد حركة طالبان، ودعا طالبان للمشاركة في محادثات سلام. ويذكر أن الحكومة الأفغانية قد أوقفت إطلاق النيران منذ عدة أيام، لكن طالبان لم توافق إلا على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام فقط. وقد رفضت طالبان فيما بعد اقتراح الرئيس الأفغاني بتمديد وقف إطلاق النار.